السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جميل، الجو تحفة، الجو جميل. رايحين نزور ايه النهاردة؟ عارف؟ نسيت اسمه. رايحين نزور مبنى اسمه كازا لوما. واحنا دلوقتي في الباركينج، وهو ده المبنى. شايفين الجمال؟ تحفة جدا، شكله عظيم جدا من بره. واحنا واقفين في الباركينج وحاطين بقى ورد حلو جدا في كل الباركينج. شايفين؟ الله، بص التوليب، الوان بقى واشكال. مش عارفه ده اسمه ايه، يمكن ده روز يا ريان. حلو جدا. روز هو لا احمر. احمر؟ المهم هو ده المبنى زي ما قلت لكم، اسمه كازا لوما. هنصور بقى جوه ونوريكم الجولة ان شاء الله. الله على الورد، الله على الورد. الورد ده ريحته جميلة، عامل زي الفل. حلو قوي. هنا المدخل روعة جدا، وهنا في حد بيرسم نافورة. الناس هنا جايين يتصوروا بس عشان يتصوروا مع الورد ولا مع النافورة. هنا في رسام بيرسم القصر. روعة ما شاء الله. روعة. رائد، ايه رأيك في الجمال ده؟ الأستاذ رائد بياخد صورة والأخت رهف بتصوره. الأستاذ ريان، ازيك يا عم ريان؟ الحمد لله. فين نضارتك؟ الله 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 الله. دلوقتي ان شاء الله ناخدكم طابق طابق في القلعة الخطيرة دي. ريان، ايه رأيك في الارتست ده؟ عجبك؟ عامل شغل حلو قوي صح؟ بص الحصان حقيقي ازاي. وبدأنا الجولة من هنا المدخل. ندفع التذاكر هنا، نعمل سكان للتذاكر. And afterwards go through the garden because the garden will go at 3 p.m. today. So we'll come and nap and then go outside. Thank you. طبعا ما ينفعش نتجول بالعربيات، فهنسيب العربية هناك. هنا الحديقة، وطبعا في مطعم جوه، وهنا ممكن نقعد كده نشرب شاي او هنا طبعا بيعملوا حفلات زفاف في المنطقة دي ومناسبات. هنا الحاجات دي بتتأجر وبيعملوا فيها حفلات موسيقية كمان، نافورة.
وهنا القصر من الجهة التانية. في عرض هيبدأ الساعة 3 هيحكوا لنا عن الحديقة. ودلوقتي احنا عندنا نص ساعة قبل ما الحديقة تقفل، فقلنا نتمشى في الحديقة بعد كده ناخد جولة في القلعة ان شاء الله. ننزل تحت عند النافورة، الجو روعة روعة ما شاء الله. طبعا على المدخل بنحصل على الورقة دي فيها الخريطة بتاعت المبنى، فيها شوية معلومات ان هي 1911 و المعلومات دي كلها ان شاء الله. ريحة الورد روعة. هنا زي ما تقولوا في زي بار كده للحفلات المسائية. دلوقتي هنا في الساعة الشمسية صح؟ فين النمبر يا ريان؟ دولار. فين آه. واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رايح على 3. بصوا الظل هنا ده بيقول ان الساعة خلاص 2 وهتبقى 3. القصر دون فيه 98 أوضة، غير بقى صالات الحفلات وكده، وفي مسبح كمان. والمنطقة دي زي ما قلت لكم بتتأجر الحفلات موسيقية أو أفراح. تقريبا هناك هيبقى في ايفنت فرح أو حاجة، فهم بيظبطوا الليلة. في مسبح فوق. فوق هنطلع نبص عليه. روعة صراحة ويستحق الزيارة. طبعا كل اللي معاهم البي ار او الجنسية، الإقامة الدائمة او الجنسية، يقدروا يدخلوا المكان ده مجانا، الا بس الباركينج بره المواقف بندفع 15 في اليوم. المتحف ده او القلعة دي بتقفل الساعة 5. هيقلي بالليل هيبقى ده كله منور، هيبقى حلو جدا صح؟ بس هي بتقفل 5 ازاي هتنور؟ وهنا من جوه المطعم، وتقريبا ده بالليل بيبقى كافيه. بس تقريبا دي جولة في الحديقة. هي مكان مخصص للتصوير والحفلات والمناسبات. كراسي الزجاجية دي رهيبة 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 التفاصيل. I love it. يلا ندخل بقى جوه عشان نبدأ الجولة.